السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى يا حبايبي مع بعض نعمل طريقة عمل البلوبيف بتاع الشركات في البيت بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وهتوفر معانا كتير جدا. اول حاجة جبت معايا نص كيلو لحمة من المفروم، وحطيت كمان بصلة متوسطة 4/4. البصلة لما بتستوي معايا انا بقطعها كده عشان لما تستوي معايا اعرف ان اللحمة استوت خلاص وتمام كده، وابتدي اشتغل فيها. معايا كمان كوباية مية. ما تقلقوش من كمية المية، والله يا جماعة الكمية دي اللحمة هتشربها كلها، وكده كده لازما اللحمة تستوي معايا كويس. معايا كمان معلقة من الدهن، انا ما كانش عندي دهن من العادي، كان عندي دهن انا مسيحاه فحطيت معلقة الدهن. في الوصفة دي مهم جدا، لازم تحطي معلقة دهن. معايا كمان ورق لورا. ما تقلقوش من المكونات، مش كتير والله، ده حاجات بسيطة. ومعايا معلقة فلفل أسمر وملح حسب الرغبة، وكمان حبهان. هي دي كل البهارات اللي معايا، مش هحط حاجة تانية عشان ما تغيرش طعمها. لو حطيتي اي حاجة تانية من اي مكون تاني هيغير الطعم، بس المكونات اللي انا بقولك عليها دي هي دي اللي بتخلي الطعم زي البلبيف اللي بتجيبيه من الشركات، والله العظيم. واحلى كمان وطعمه احلى، على الاقل انت ضامنة اللحمة بتاعتك اللي انت بتعمليها، وهتوفر معاكي كتير. انت هتشوفي الكمية بتاعتي لما بعملها واخلصها تبقى قد ايه. هسيبها بقى على النار تستوي شوية، وهرجع لها تاني لما تاخد غلوة كده مع بعضها، وابتدي اقلب فيها تاني. عشان طبعا انتوا عارفين اللحمة المفرومة بتكتل كده او بتجمع بعضها، يعني بتبقى تتماسك تاني، فانا مش عايزة الموضوع ده. هقلبها كويس واغطيها تاني، واسيبها بقى لما تستوي خالص. انا سبتها لما استوت خالص. بصوا المية اللي كانت موجودة، اللي كانت كوباية مية مليانة، اللحمة شربتها كلها، والبصلة بتاعتي كده استوت خلاص تمام. اخدها بقى اول ما تبرد هبتدي بقى اشيل ورق اللورة معايا. يا جماعة لازم تشيلوا ورق اللورة والحبهان كمان، عشان ما بيتفرم ما بيبقى طعمه مش حلو خالص في الوصفة. لازم تشيليه وتبقي عارفة انت حاطة قد ايه، وتشيلي الكمية كلها. يعني مثلا حطيتي 5 حبهات وخمس اوراق لورا، تشيليهم كلهم عشان ما يضايقوكيش في طعم الوصفة بتاعتك، او يبوظولك طعم الوصفة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بدور ما بسيبش ولا واحدة في قلبها. هنسيبها بقى تبرد شوية، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. دي كوباية مية سخنة، احط معايا ده جيلاتين. انا حطيت 3 معالق كبار مهرمين جيلاتين. انا حطيت قبل كده 2 معلقتين، طلع صراحة مش متماسك قوي. اما حطيت ال3 معالق لقيته متماسك. يعني انت على حسب الجيلاتين اللي عندك اعملي. لو الجيلاتين بتاعك بيمسك بسرعة، يعني كمية قليلة بتمسك بسرعة اعمليه. كمية صغيرة وبتمسك بسرعة على حسب الجيلاتين اللي عندك. بس انا جربته قبل كده، عملت معلقتين ما مسكش كويس، ما تمسكش يعني كويس. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت دوبته خالص، لازم يدوب معاكي بالشكل ده. في ناس بتدوبه على البارد، على المية باردة عادي مفيش مشكلة، بس انا بحب احطه في مية سخنة عشان يتفاعل معايا على طول. هنجيب بقى الكبة بتاعتنا. ما عندكيش كبة، في الخلاط اعملي في الخلاط، سهلي على نفسك. ما تقوليش بقى انا ما عنديش كبة مش هعمل. لا، اعملي في الخلاط عادي، مش هتأثر. نزلت كل الكمية اللي معايا بتاعت اللحمة والبصل. هجيب بقى الجيلاتين اللي معايا، احط الكمية كلها. هجيب كمان بقى معايا لون طعام. انا كان عندي بودر، حطيت معلقة مية ودوبته
وهحطه معايا على حسب اللون اللي انت عايزاه. انت تقدري تسيبي اللون زي ما هو كده على حسب ما انت عايزة، بس عشان تحسي ان هو بلبيف فعلا ونفس اللون ونفس الشكل بحط لون طعام. هعمله في الكبة على حسب ما انت عايزة يعني، بس انا بحب احط يعني اللون. هتشوفي دلوقتي لما اعمله في الكبة هيبقى شكله عامل ازاي. اللون حلو قوي وبنفس اللون تقريبا اللي انا بشتريه من بره. وانتي على حسب الدرجة اللي انتي عايزاها، ممكن تغمقي تفتحي على حسب ما انتي عايزة. اللون ده مناسب ليا تماما. هجيب بقى علبة عشان افضيه فيها عشان هو يتماسك، لان اللحمة دي هتتماسك كلها في بعضها. علبة كده ولا مدهونة اي حاجة، ما دهنتهاش اي حاجة، انا حطيت على طول في قلب العلبة. عندك لانش بوكس حطي فيه، عندك علبة مطبخ، اي نوع علبة تحطي فيها مفيش اي مشكلة. هنقفلها بقى ونظبطها كده ونحطها بقى في التلاجة لمدة ساعتين، وهوريها لكم بعد ما بردت بقت شكلها عامل ازاي. بصوا هو ده بقى شكلها، انا طلعتها من العلبة زي ما انتم شايفين كده، متماسكة ما شاء الله يعني. ما تقلقيش، مش متماسكة يعني جامدة، لا متماسكة تعرفي تقطعيها شرايح. هقطع لكم قطعة منها دلوقتي بالسكينة عشان اوريكم بس هي متماسكة قد ايه. انتي تقدري يعني لو عايزة ما تبقاش متماسكة كده قللي الجيلاتين شوية اهي. ما شاء الله تحفة تحفة تحفة، مش عايزة اقول لكم جميلة ازاي. بصوا والله تحفة، مش عايزة اقول لكم والله والله ما بهزر، انا طعمها تحفة. هقطع بقى الكمية اللي انا محتاجاها منها، وتعالوا بقى نشوف هنعملها بقى ازاي مع بعض. يعني شوفوا كمية نص كيلو عملت لي قد ايه وهتكفيني قد ايه. هنروح بقى نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة حطيت معلقة زبدة في الطاسة بتاعتي، وقطعت فلفل اخضر. انا بحب احط عليه فلفل اخضر، اللي بيحب يحط طماطم يحط، اللي بيحب يحط فلفل اخضر يحط، اللي بيحب فلفل الوان مفيش مشكلة، الطعم اللي يريحك اعمليه. ما بتحبيش تحطي خالص براحتك برضك، حطي البلوبيف وحطي عليه البيض مش هيقولك لا، هيبقى طعمه حلو برضك. هسيب الفلفل يدبل شوية، اهم حاجة ان الفلفل يدبل، عشان كده احنا كده تقريبا ان البلوبيف مستوي فمش هياخد معانا سوا على النار، فانا هحتاج ان الفلفل يدبل معايا شوية. بجيب بقى معايا البلوبيف، قطعت كمية كده منه مكعبات. ما تقلقيش يعني انا الشرايح اللي انا قطعتها مكعبات. بص الكمية اللي انا حطيتها قد ايه وهتعمل لي كمية قد ايه ما شاء الله يعني. هيدوب كله دلوقتي في بعضه، وما تقلقيش مش هيبقى قطع كده زي ما انتي متخيلة. مجرد ما بيسخن بيفك من بعضه اهو. خدها بس تقليبة كده عشان تاخد طعم الفلفل والزبدة اللي معايا. دقيقتين بس على النار، وبعد كده هجيب معايا البيض، لان البيض ما بياخدش معايا سوا كتير. بالشكل ده. بصوا بقى البيضتين دول مع شويه البلوبيف اللي انا حطيتهم وشويه الفلفل هيعملوا لي كميه قد ايه وفايد اصلا
من البلوبيف قد ايه. ما شاء الله ما شاء الله، كمية كبيرة جدا، يعني كفيني اعمل كذا مرة، مش مرة واحدة اجيب العلبة يا دوبك اعمل منها مرة وما لاقيش تاني. وما شاء الله على سعرها، يعني سعرها فوق الخيال يعني. هي الحاجات اللي بتبقى مصنعة وبتبقى فيها لحمة مثلا، حاطين فيها كمية لحمة كويسة، فبيعلوا سعرها عشان يعرفوا يكسبوا. لكن احنا بنص او ربع تمنها عملنا كمية ما شاء الله تكفينا ما شاء الله، يعني كتير جدا. الكمية اللي انا عملتها دي تكفي فردين واكتر والله، يعني لو اتنين هياكلوا ويشبعوا وهيفيد منهم كمان. هخلصها بقى معاكم واقدمها بقى وشوفوا شكلها عامل ازاي. ما شاء الله، بصوا كمية اللي فاضلة قد ايه، يعني اعمل منها يجي 5 6 مرات طبق زي اللي انا عملته دوت. ما شاء الله والله، طعمها مش عايزة اقول لكم في حتة تانية. يا ريت بقى تكون الوصفة عجبتكم، ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتعملوا لي لايك وتفعلوا الجرس، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.